فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة اليوم الثلاثاء لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية و3 من أعضائها يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عمة مقدمة في إطار عمليات لد أعمال عمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة الاضطراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيها من أجل استغلالها في تقديم الدعم لمدرسة للتلميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر لمدرسة.